يا مساء الفل على أحلى متابعين في الدنيا، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير. مش عارفة أقول لكم ايه بصراحة، بس يعني عايزة أعتذر لكم طبعا عن غيابي الطويل. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، أتمنى منكم كده إن انتوا، عايزة دعوة من القلب. أنا الفترة اللي فاتت كنت بمر بظروف كده مش حلوة. نفسيتي ما كانتش حلوة خالص، يعني كان عندي حد عزيز على قلبي كده، يعني توفاها الله. فعايزاكوا كده قبل ما ابتدي معاكوا اي حاجة، تدعوا لها بالرحمة، تقروا لها الفاتحة من قلوبكم. هي حد كانت شخصية جميلة جدا تستاهل ان احنا ندعي لها. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. بصوا، مش عايزة الفيديو يكون كئيب. آم، انا عارفة ان انا صوتي زعلان، بس والله يعني حاجة خارجة عن إرادتي. أنا ما كنتش والله حابة أعمل فيديوهات دلوقتي خالص ولا أنزل دلوقتي خالص. بس زي ما قلت لكم قبل كده إن ده يعتبر ده شغل. آه، ما كانش ينفع إن أنا أتأخر عليه، لأن ده بيضر بالقناة. وأنا يعني تقريبا قلت لكم الموضوع ده قبل كده. آم، يعني كل ما بتأخر في تنزيل الفيديوهات كل ما القناة بتقع. وزي ما قلت لكم يعني قبل كده ان القناة لو وقعت بيبقى صعب بقى ان انا يعني اعمل فيديوهات تاني واعليها تاني وكده. فما كانش ينفع ان انا اتأخر عليكم خالص، ولا اتأخر على القناة طبعا. بس حابة برضو زي ما قلت لكم كده، اتمنى ان انتوا تدعوا. يعني هي كانت صاحبتي، بس هي اكتر من اختي بصراحة، زميلة شغل يعني. وهي كانت حد كويس، فيعني اتمنى منكم يعني ده فضلا وليس امرا طبعا، تدعوا لها وتقروا لها الفاتحة. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويجعل كل اللي عملته في ميزان حسناتها. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده والله مصوراه من زمان بقاله فتره كبيره. وكان المفروض ان انا كنت امنتجه يعني واسجل وانزله. لكن للاسف الوقت اللي كنت همنتج فيه الفيديو واسجله يعني وانزله لكم، جالي الخبر ده. فطبعا نفسيتي كانت وحشه جدا. فمعلش اعذروني والله العظيم. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ما تكونش فيديوهاتي كئيبة او فيها شيء من الزعل او الحزن او تبقى كده مش حلوة، لان طبعا انتوا مش ذنبكم حاجة. بس انا حبيت ان انتوا زي ما بتشاركوني في الفرح برضو تشاركوني في الحزن. عايزة اشكركم جدا 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 بجد. الناس اللي بتسأل عليا على طول، والله بجد عايزة اشكرها قوي واقول لهم بجد انتوا ناس يعني احسن ناس. انا كل مادة يعني بكتشف ان الصداقة والصحوبية، او الاخوة عامة، مش في الاخ اللي جابته الام والاب. لا، ممكن تكون في حد غريب، حد ما كنتش تعرفه. وما كنتش يعني ما كنتش تتخيل ان غلاوته عندك كده الا بعد ما يروح. يعني انا بس حابة اقول لكم حاجة: امسكوا في الناس اللي بتحبوها قوي بجد. قضوا مع بعض وقت حلو. ما تستخسروش في بعض حاجة. صدقوني والله الدنيا مش مستاهلة خالص. ما تزعلوش من بعض خالص، مهما كانت المشاكل، مهما كان اللي بينكم. العمر بيعدي ومحدش ضامن عمره. يعني محدش عارف النهاردة لو نام هيصحى الصبح ولا لأ. ربنا يديكوا كلكم طولة العمر طبعا. بس أنا حابة أقول لكم اسمعوا بعض قوي، اسمعوا بعض قوي. تاني، اسمعوا بعض قوي. لما يكون حد بيحبكوا أو انتوا بتحبوه عنده مشكلة وبيحكي معاكوا، بلاش تملوا منه بسرعة، بلاش تزهقوا بسرعة. حاولوا تسمعوا بعض كويس، حتى لو كان وقتك مش سامح، حتى لو ما كنتيش فاضية. مجرد ما تحس ان حد قريب منك، صديق او قريب او غريب، بيحكي لك عن حاجة بتوجعه او مشكلة، لازم تقعد وتسمعه كويس قوي، وتحاول تفهم وتقدر اللي هو فيه. عشان بجد والله العظيم العمر لحظة زي ما بيقولوا. انت ممكن تبقى قاعد معاه النهاردة ما تلاقيهوش بكرة. ممكن يبقى محتاج لك في وقت انت مش فاضي او ما عندكش وقت، وفجأة تلاقيه راح منك. هتفضل تلوم نفسك كتير قوي: يا ريتني كنت سمعته، يا ريتني كنت رديت.
يا ريتني كنت فهمت اللي بيقولهولي او اللي بتقولهولك لو هي حد عزيز عليكي بجد. الحياة متفاتة، واللي ممكن تعمليه النهاردة هتعمليه بكرة. آم، اللي انتي عايزاه النهاردة ممكن تعوضيه بكرة، إلا الصحاب، إلا الإخوات، إلا الناس الكويسة اللي في حياتنا بجد. مش عايزة أحسسكوا إن أنا نكدية، بس عايزة أقول لكم والله العظيم والله العظيم مش هيحس باللي أنا بقوله غير اللي فقد حد بيعزه قوي. آم، امسكوا في بعض قوي، امسكوا في بعض قوي قوي قوي، ما تسيبوش بعض. خلي بينكوا حب، خليكوا دايما فاكرين لبعض الحلو بس. خلي الوحش يعدي بينا او بينكوا او بين اي حد بتحبوه، يبقى وقت قصير. اخركوا في الزعل 5 دقايق، دقيقة لو تقدري. لو ما يبقاش في زعل يكون احسن. اضحكوا وهزروا، العبوا. ما تقوليش انا كبرت على اللي انا بعمله. طالما في حدود المعقول اعمليه، طالما مع حد بتعزيه اعمليه بجد. العمر لحظة، العمر بيعدي بسرعة. الحق اعملي كل حاجة بتحبيها. قضي اوقاتك مع الناس اللي بتحبيهم. خليكي حتى بعد الشر، يعني لو انتي او هما العمر عدى منكم، يبقى بينكم لحظات حلوة تفتكروها لبعض. تقولوا كنا بنقعد وبنتكلم، كانت بتحكي وكنت بحكي، كانت بتقولي وبقول لها. خلي بينكم لحظات حلوة كتير، خلوا الوحش أقل. ما تخليش الحياة تاخدك وتنسيكي نفسك. عيشي حياتك وعيشي اللحظة. حبي اللي منك. اوعي تفكري تكرهي حد، حتى لو كان الحد ده وحش، حتى لو كان بيسئلك، حتى لو كان بيتكلم عليكي. ما تسمعيش. خليكي انتي احسن. ابتدي انتي دايما بالكلام الحلو. خليكي انتي احسن من اي حد. صدقيني، يمكن مش هتفهموا كلامي ده ولا هتقدروه. آم، بعد الشر يعني ما اتمنهاش والله لحد، بس يمكن في ناس مش هتفهم كلامي ده الا الناس اللي مرت بنفس اللي انا مريت بيه. الناس اللي فقدت حد عزيز عليها، حد كان بيحتاج لك وانت ما كنتش بتبقى فاضي. صدقني العمر مش كبير بجد. آم، بصوا مش عايزة الفيديو يبقى نكد، بس انا حاولت والله، حاولت كتير قوي ان انا انسى، بس العشرة ما بتتنسيش بسرعة. بصوا مش هطول عليكم. يا رب الكلام اللي كنت بقوله دوت يفيدكم او تعتبر نصيحة. احنا اخوات، وزي ما قلت لكم زي ما شاركتوني في الفرح. آم، ما اتمناش ان انا ابقى حزينة دايما او تشاركوني دايما حزن، بس زي ما قلت لكم انتوا اخواتي. ما عنديش حد احكي معاه وافضفض معاه غيركم. ما عنديش حد يحس اللي جوايا غيركم. آم، مش عارفة اقول لكم ايه. ادعوا لها كتير، ربنا يرحمها ويغفر لها، ويجعل كل اللي عملته في شغلها او بره شغلها في ميزان حسناتها. ربنا يتقبل منها كل عمل عملته خير ويقعده لها. ربنا كده ان شاء الله نتقابل معاها في الجنة بإذن الله. مش عارفة اقول ايه. ساعات الكلام بيقف، متبقيش عارفة تقولي ايه. لما الكلام بيبقى على شخص عزيز، ساعات الكلام ما بتبقيش لاقية كلام توصفي بيه. كل اللي انا اقدر اقوله، ربنا يرحمك يا حبيبتي، يسكنك يا رب فسيح جنته، نتقابل معاكي في الجنة، ويجعل كل عمل عملتيه يا رب كده في ميزان حسناتك. هفضل ادعيلك كده، كل ما افتكرك هفضل ادعيلك بالرحمة. من احسن الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وسابت علامة بجد والله، سابت علامة كبيرة قوي. مش عارفة اقول ايه تاني، بس
هقول لكم مع السلامة. استنوا ان شاء الله فيديو جديد، اكون ان شاء الله باذن الله يعني حاولت او قدرت اخرج من اللي انا فيه. متزعلوش مني، ما تنسوش اللايك والشير والدعاء لصاحبتي ربنا يرحمها.